وعظ الناس. الموعظة التذكير بالله عز وجل، وموعظة الناس الموعظة الشرعية هي التذكير بالله عز وجل. وأصدق المواعظ ما كان بكلام الله عز وجل، فليس هناك موعظة أتم ولا أكمل من موعظة الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله نعما يعظكم به. ولما انتشر في هذه الآونة الأخيرة داء وبلاء، خاصة من بعض المنتسبين للدعوة، أنهم يقولون إن الشباب والصغار وأهل هذا الزمان لا نستطيع أن نعظهم بالقرآن، حتى صرح بعضهم بهذا. فهذه كلمة كبيرة وهي لا تبشر بخير. وأقسم بالله العظيم ما من داعية يعتقد هذا الاعتقاد إلا زلت قدمه، أن يظن أن القرآن لا يصلح لعظة الشباب أو لعظة الناس في هذا الزمان. فإن الله عز وجل جعل القرآن إماما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وزكى هذه الإمامة لكتابه، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والذي يقول هذا في قلبه مرض، إذا قال أن القرآن لا يصلح لعظة الناس أو ما نستطيع أن نعظ الناس بالقرآن، ولو جئنا نقول لهم قال الله قال رسوله، لا، أحسن نأخذهم ونعبث معهم ونضحك معهم، هذا من عبث الشيطان. وننبه على هذا لأنه عارض ومهم، هذا أمر مهم جدا. من يريد أن يقول أنه داعية فليعلم أنه داعية لله، ولا دعوة إلا بكلام الله. فعلى هذا ينبغي أن يبني الموفق نصيحة وتذكيره. وأقسم بالذي فطر السماوات والأرض لم نجد يوما من الأيام حاجة بعد كتاب الله عز وجل. ونشهد الله ونشهد خلقه على أننا ما وجدنا موعظة ولا كلاما ولا أصدق قيلا من قيل الله جل جلاله.